اوكي نحن عم نقول لك باي. شفتنا؟ اوكي. مش معقول شو حلوة قلت. بلشت التجربة من فبراير، قررنا انه انا وداني ما بقى نظهر من البيت، نضلنا بالبيت وما نبعت بقى جيدن على المدرسة لانه كان بعد المدارس مسكرة. بعدها بجمعة اكتشفت اني حبلة، وهون كانت بالنسبة لإلي هيك شوي فيها قلق خوف على بسط. اكيد هيدا الشيء كان اكيد، بس كان في قلق وخوف مش طبيعي، مع انه صرنا زمان ناطرين ولد تاني وزبطت هلا. كثير كنت حبها. هلا انتم بتعرفوا انه انا عادة القصص العائلية بحب احتفظ فيها لإلي، فكيف حال انه شغلة يمكن اكيد حتصير مرة واحدة بالحياة انه انا اقدر احبل واستمتع بحبلي لوحدي بلا ما اكون عالنة كتير وكل الناس ناطرة مني صور وناطرة مني تعليق. فكنت حابة انه اعيش هالتجربة بيني وبين نفسي وبين عائلتي اكتر. مبسوطة كثير. لكن ما كنت بزعل إذا بيجينا بنات، خاصة إنه داني بحب كثير البنات ومن أول ولد كان بده بنات، بس بعدين لما لاقي حاله هو قديش بخاف على الأولاد قال له كتر خيرك يا ربي ما جبت لي بنت. فمحظوظة، ايه بحس حالي محظوظة، بس أكيد كنت كمان بحب شوف يكون عندي بنت، بس مثل ما الله بيريد بعد الحياة التامة. ايه اكيد ما في شيء ما فيه تعب، خاصة انه انا من الناس اللي بحب اعمل كل شيء بايدي، كل شيء، وادق التفاصيل بدي اعملها بايدي لريح بالي تجاه اولادي ولريح ضميري. انه اكيد بيكون في عالم حوالي بتساعدني، بس انه بتساعدني كيف يعني ناوليني جيبيلي هيك، بس الاشياء الميجر نو واي. وحتى التفاصيل من حمام للتنظيف للمساج وللكريم ولتنظيف الدينين وللقصص ضفير والاكل كل شيء لازم اعمله بايدي لاطمن. وخاصة درس جيدن هلا عم نتعلم الأحرف، فبدي أطمن إنه أنا عامل كل شيء بيرفكت تقدر نام. ما في يعني كم مرة بالحق أسكع بالليل، هلا بعد كتير بوعى. حتى أول ليلة جابوا لي ديف على الأوضة، ما سمحنا انه ياخذوه ينام برا لانه كنت خايفه كثير بالمستشفى، فضل معي ديف بالاوضه، وهن يقولوا لي انه انت رح تنامي هلا، اكيد رح تنامي، انه انتبهي ما تنامي عليه. قال لهم انا دون وري انا حطيته هيك وعامله انا هيك مفتحه عيوني، كل جسمي نايم بس مفتحه عيوني كل الليل. صح، زاد عندي القلق كتير، زاد عندي صرت حساسة كتير، بخاف عليهم من بلدي للأسف، وباقية ببلدي، بس هني أكيد ما رح يبقوا. أنا أكيد من هيدا الشي، لأنه اللي نحن تحملناه واللي نحن عم نتحمله ونعيشه صعب كتير الجيل الجديد يتحمله. الجيل الجديد أوعى منا بكتير، ما رح يتحمل اللي نحن تحملنا. شكلك انت محضرة قبلة. عم تحضري ولادك قبلة. قد ايه عمر ولادك؟ ولد واحد عمره جيدن. ايه روقي بعد بكير، طولي بالي. مثل كل اللبنانية في على طول عنا بلان بي بنحكي فيه بالبيت. تتخيلوا كنت روح اعمل حفلة اقعد برات البلد اقل من 24 ساعة بس لارجع على لبنان.
قبل لأنه كان بيتي بلبنان، هلأ لأنه برجع على بيتي. في لبناني ما استسلم؟ كلنا نزلنا على الشارع، شو صار؟ أنا بنظري هلأ ما بقى ناس لازم تنزل على الشارع، لازم نضيق عليهم قدام بيوتهم. I'm proud of you. عم ربيته يكون إنسان صالح، إنسان بحب الناس و down to earth و قد ما فيني بدي أحط فيه صفات حلوة، لأنه لاحق يكبر ولاحق ينعجن بين الناس ويشوف الوساخة يمكن الموجودة بالكبار. خليه يعيش طفولته ويعيش البراءة اللي هو فيها لآخر تكة. لما بتقولي له I'm proud of you، أنا فخورة فيك، أنت أحلى صبي وأنت أذكى صبي وأنت كذا وكذا وكذا، مش معقول يجي حدا يقدر يهزه. ياما بيجي بيقول لي مثلا رفيقي اليوم سبقني بالركض، بقول له أكيد يمكن أنت سبقته بالكتيبة، يعني على طول بدك تضلك تحطي توازن، وأكيد مش أنت على طول الأول، أكيد في أصحابك رح يسبقوك أوقات، وهي هي حلو المنافسة. سمعت التوناليتي اللي بحكي فيها؟ هيك بحكي فيها كل حياتي، وإلا ما فيني ألجم الولد. أنا عشت معه سنة حجر لجيدن، إذا ما حكيته بهالتوناليتي وبهالرواق وقدرت شوي شوي فوت له القصص على راسه، كنا هسترنا بالبيت. يعني جيدن صارت الاتيتيود تبعيته شوي عدائية، بس أكيد نحن عارفين يعني نهاية الأمر، عارفين إنه هذا المخلوق عايش، يعني لو قد ما كان البيت كبير بالنهاية جنة بلا ناس ما بتنداس. فكيف حال هيدا صبي عمره 4 سنين كان عندي صعوبة كتير إني ضلني ذكره بالعالم الخارجي، وكان عندي صعوبة كتير إني ضلني محافظة على التربية اللي أنا اوريدي مربيته إياها على الرواق. غيرة بعتقد قد ما عاطينه نحن اتنشن لجيدن، بعتقد صعب شوي انه اكيد في غيرة يعني، بس انه صعب شوي تبين هالقد هلا. هلا هن بيقولوا لي بجيدن ايه، بس انا ما حسيت هذا الشيء، بس هن بيقولوا انه ايه. لا ولا مرة، وما فيني أكون هيك، ما بعرف أكون هيك يعني، يعني حتى لما جيت من المستشفى أنا طلبت أطلع تاني نهار. أنا وصلت من المستشفى على حمام ديف لأني رفضت يحمموا بالمستشفى. أنا بدي أعمل كل شيء، أنا بدي أعمل حمامه أول مرة. ما في يعني، جيت ومن وقت ما جيت نون ستوب لهلا بعد ما ارتحت، وما بحب ارتاح، وما بحب كون صغيرة لأني ما لحقت، ما صدقت كيف صرت كبيرة. أنا بلشت بالفن على صغر شوي، فكان رأيي يمكن ما كتير يتاخد، مع أني كنت آمن فيه كتير من أول لحظة، بس ما كان كتير، تعرفي أنا بعدها صغيرة وهيك. كنت دخيلكم بدي أكبر حتى ما بقى حدا يقول لي إنه لا يمكن أنت ما عندك إكسبيرينس كفاية. أنا بخبرك شيء تاني، أنا بالكوارنتين بكل هالحجر أنا انبسطت يمكن بهالجو اللي نحن عايشينه كعائلة مزروبين مع بعض 24/24. يمكن انبسطت إني أعيش جو العائلة اللي أنا ما عشته أنا وصغيرة. فبعتقد إنه هني هلأ عايشين جو كتير حلو، إنه حنين ولعب وكله أكيد ضمن حدود، بس بقلب هالدفى دفى العائلة. يمكن مثل ما أنت قلتي هلا، لأنه أنا ما عشتهم أنا وصغيرة، بحب هلا أعملهم مع أولادي. تصالحت معه مؤخرا، بس
مش الحال. أنا كنت كل ليلة أنا وببيت أهلي كل ليلة أبكي على صحة السلامة. يلا هلا يلا لا ايه طلع كل ستريس نهار وكل شيء، خلص ببكي على مخدتي وبنام وخلصوا كلهم. برجع تاني نهار a new day. بس تجوزت صرت هيك شو بدي ابكي له كل ليله، هلا نايمه معه على الفرش ما بتزبط. ما بقى تزبط انه تخيل كل ليله شايف وحده حد عم بتبوي. لا واكثر شيء انه ليه عم بتبوي، انا هيك برتاح، لا مش ظابطه. فصرت ما ابكي بقى كل ليله. صرت بس على المناسبات الحلوه ابكي. كثير بحب المرأة أنا، فبحياتي ما شفت مرأة بشعة، فبعتقد إنه هيدا الشيء بينعكس علي على الأونلاين، إنه ما بحياتها ولا حدا من الفانز تبعولي ممكن إنه ينشاف بعيني بشع. فبعتقد مشان هيك بيرتاحوا معي وكتير صريحة معهم، وبيعرفوا إنه ما في إنسان فوق راسه خيمة ولا أنا، وأنا معرضة مثلكم لا أي شيء ممكن أنتوا تتعرضوا. ما بعتقد، لأنه قلت لك كل الناس اللي هن بتابعوني بيعرفوا إني أنا إنسانة عادية، يعني أنا بمرض مثلهم وأنا بعاني مثلهم وأنا نفسياً بتعب مثلهم، يعني ماني بيرفكت مثل ما أنت قلت. لا. بحياتي ما حبيت شارك الناس وجعي بحياتي، يعني قطع وبيقطع علي كتير تعب، بيقطع علي كتير مرض واشياء. بحس انه فرحتي لازم شاركها مع الناس وحزني لازم خليه لإلي انا، ما ضروري زيد حزن على الناس. فمشان هيك ما بتلاقي انه انا رح فرجيكي حالي ولا مره اني انا يمكن من المستشفى او انا موجوعه او انا تعبانه او انا هول الاشياء. ما بحب اعطل الناس همي وما بحب احملهم معي على شغلي، والا انا وين بدي انفس؟ اذا بحياتي العاديه موجوعه وجبت وجعي حطيته على شغلي وفرجيته للعالم وتعوا يلا نوجعوا معي، لا ما بعرف هذا الشيء، ما بقدر. لكن از براند انا اشتغلت على حالي لأنا اعمل البراند تبعيتي، لأنا اعمل اسم ميريام اللي هو صار براند، وهذا شيء كتير مهم. بس بالنسبه للقصص اللي كملت بعدها، يعني اجا جوزي ما بحب الاضواء، ما بحب الشهره، هذا الشيء ساعدني كتير، كمان ساعدني اني انا اقدر حافظ على عائلة بعيدا عن شغلي، ساعدني اني انا ما اتكل ولا مره على ولا شيء خاص بعائلتي لحطه بشغلي. مش معناتها انه غيري هو الغلط وانا الصح، لا، هيدا انا نقيت هيك حياتي، انا عبالي انه تكون هيك حياتي، فمشان هيك تكونت حياتي بهالطريقه اللي هي ديفرنت مثل ما انت عم تقولي. مهني في كتير اشياء بعد ما عملتها، وفي اشياء هلا عم بعملها ما حخبرك. كنت اقول انه يمكن انا لو خلقت برا كانت بعض الناس اللي هلا خلص راحوا، بس